السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي متابعين قناة لوك اند كوك. معاكم ميرفت. لو بتشوفوني لأول مرة يا ريت تعملوا اشتراك في القناة، تشرفوني. ومعانا النهاردة وصفة جميلة. يلا بينا نلوك عشان نكوك. فيديو لآخره وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، ولايكات وتعليقات. يلا بينا. كيلو دقيق، عليه كوبايتين مية دافيين. هحط كوبايتين مية دافيين معاهم، عليهم معلقة خميرة كبيرة أو معلقتين صغيرين، ومعلقة سكر كبيرة أو معلقتين برضو صغيرين. وبقلب دوت الخميرة في المية الدافية علشان تتفاعل، واتأكد ان الخميرة شغالة وزي الفل. مية دافية. العيش ده جميل قوي وطري، وعيش بيتي جميل، عيش طعمه حلو. عيش يعني انتي عاملة في ايدك، بايدك يعني في البيت، وعلى البوتاجاز من فوق هتشوفيه هيبقى جميل ازاي. بنحط معلقة ملح حلوة، يعني معلقة محترمة من الملح. وهنحط معلقتين زيت بالظبط صغيرين، يعني معلقتين بتوع الأكل العاديين دول، يعني معلقتين زيت. وهننزل بقى بالإيه، بالخميرة، بالمية الدافية، بالسكر، كله على بعضه. هنبتدي نعجن. الشغل كله بقى في العجين. احنا طبعا متعودين ان المعجنات دي لازم تتعجن كويس قوي، ولازم تتلت حلو قوي، وتاخد وقتها في العجن علشان تربي عرق وتطلع الحاجة ناجحة وتستوي كويس. آه، ان شاء الله كده بإذن الله الفيديو يعجبكم وتعملوا عليه لايكات. واللي بيشوفني لأول مرة يعني يشرفني في القناة ويشترك فيها، وإن شاء الله تتابعوا الفيديو الآخر. احنا حطيت معلقة خل برضو على أساس إن دوت ايه دي محسن، ده محسن زي ما احنا متفقين إن الخل محسن للمخبوزات وللمعجنات. هبتدي أعجن بقى. مرحلة العجن بقى، الأول عجنت شوية كده في الطبق لما نعمت مني العجينة ولمتها. وهي العجينة بتبقى طرية شوية، ما بتبقاش ناشفة قوي، على أساس إن العيش يبقى طري، يبقى فيه نسبة سوائل ورطوبة، يبقى طري. ما بتعجن العجينة ما بتلزقش قوي، بس يعني مش صلبة قوي يعني. زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي بقى اشتغل فيها. بتاخد لها بتاع مثلا 7 8 دقايق شغل كده. فطبعا يعني انا اختصرت الفيديو عشان الوقت وكده. لما نعمت خالص خالص وبقت زي الحرير. ادعوا يا جماعة لإخواتنا في غزة، ادعوا لهم ربنا ينصرهم ويثبت أقدامهم ويداوي جرحاهم ويصبرهم على ما هم فيه يا رب. يا رب. امين يا رب العالمين. انا خلاص العجينة اتعجنت كويس قوي، فهنحطها بقى في الطبق. هبتدي بقى ايه، اسيبها بقى تاخد لها ساعة خمير. يعني انا سبتها ساعة علشان انا محتاجاها تخمر كويس جدا، لغاية لما عليت خالص وبقت فعلا يعني زي ما انتوا شايفين كده عليت تماما. يعني ده انا كنت نزلتها كمان بايدي دي، لكن هي كانت عليت قوي وبقت زي الحرير. ببتدي المها كده، المها كده زي ما انتوا شايفين عشان تورق مني وتبقى حلوة. وبعدين ابتدي بقى بدأت بقى برضو ايه اعملها كده. هقسمها على 12. يعني قلت اقسمها 12 رغيف، لقيتها كبيرة، يعني لقيت الرغيف هيبقى كبير قوي، فعملتهم 13. يعني حوالي الواحد بيبقى 120 جرام كده، يعني في حدود 120 جرام حلو يعني. لكن 12 لقيته هيبقى 135 جرام، هيبقى كبير يعني. ويبقى تخين، لا انا عايزاه يبقى رقيق كده وحلو. المهم يعني صغرت كل الكور ايه يعني شوية شوية. عملت دول 12، لا انا طلعتهم 13. وبدأت أقرصهم كويس قوي على جنب، واحطهم بقى وتحتيهم دقيق لغاية لما خلصتهم. ان شاء الله يا جماعة كده الفيديو يعجبكم، ونكون بنعمل حاجة تستفيدوا منها وتفيدكم وفعلا يعني تعملوا من تعملوا من الوصفات اللي انا بعملها لكم، وتبعتوا لي كده وتقولوا لي آرائكم وتقولوا لي طلباتكم.
وربنا يصلح حالنا يا رب. دلوقتي بقى بدأت افرد انا الكور دي، يعني بتبقى قد الرغيف اللي انتي بتشتريه من بره، يعني قد الطبق كده، يعني ومبقاش تخين طبعا، الفرد مبقاش تخين. بتفرديها كده زي ما انتوا شايفين. وعندي طاسة بقى طبعا، او جريل، لو عندك جريل سادة كده حلو، تحطيه بقى على نار عالية حلوة، وتبتدي بقى هنشتغل بقى شغل على على البوتاجاز. بتولعي على نار عالي، يعني تسخن الطاسة منك قوي او الجريل تسخن قوي، بس تكون جريل متساوية مش مقلمة ولا حاجة، عشان تطلع العيش متساوي. العجينة طبعا بتلزق شوية، وانا قلت لكم بتلزق علشان تطلع العيش طري، ما تنشفيهاش عشان ما يطلعش العيش منك مجلد ومش حلو. اهم حاجة العيش يبقى العجينة طرية، حتى يعني ممكن تضايقك شوية في الفرد، لكن هي في الاخر هتطلع لك نتيجة جميلة جدا مبهرة، والعيش طعمه حلو قوي قوي قوي. معلقة السكر ومعلقة ملح، يعني معلقة السكر قد معلقة الملح، يعني معلقة ملح كبيرة ومعلقة سكر كبيرة. وبتعملي بقى، ومعلقتين الزيت بيدوا طراوة وبيدوا ليونة للبتاع. حطينا بقى ايه في الطاسة، اول ما بتحطيها يا دوبك بتعدي لغاية 10 وتروحي قلبها على طول، يعني مش بتسيبيها. اول ما تشمع بس، يعني تحطي الرغيف في الطاسة وتبتدي تعدي من 1 ل10 11، هتلاقيها شمعت من تحت، تروحي قلباها على الناحية التانية. أول ما تقلبيها تبتدي بقى تنفخ معاكي كده على نار عالية، يعني الطاسة يعني العين تكون عالية، تبتدي ينفخ معاكي بقى الرغيف كده. شايفين نفخ ازاي؟ نفخ تماما، يعني اتفتح تماما. بخار المية طبعا اتبخر وعمل ايه، راح مفرغ على طول. ساعات يتخرم خرم مثلا وانتي بتعملي فيطلع البخار، لا تحاولي لو اتخرم تحاولي تروحي حاطه السباتيول كده عليه عشان تسدي الخرم. عشان ايه؟ البخار ده هو اللي بينفخ العيش وبيفصله عن بعضه وبيعملوا طبقتين. يعني اظن واضحة تماما. عملت واحدة تانية اهو، واحد رغيف تاني، اللهم بارك، طلع جميل جدا جدا. يمكن واحد او اتنين اللي يعني اللي كان فيه نص ونص. اول ما بدأ يبقى كده زي ما انتوا شايفين، تروحي على طول قلباه، بتعدي ل10 كده، 10 11 12 بالكتير قوي، يبتدي بقى تروحي قلباه على الناحية التانية على طول. اول ما بتقلبيه بقى بيبتدي بقى العيش بيكون بقى الناحيتين بقى جمدوا، ويبتدي بقى ينفخ معاكي على طول اهو زي ما انتوا شايفين كده. جميل جدا جدا وممتع قوي لما بيبقى بينفخ كده، وتفضلي تلفيه كده، حتى كده ممكن تحركيه يلف معاكي، وما يتحمرش قوي عشان ده بيبقى عيش طري. يعني هو مجرد اول ما بينفخ كده وتقلبي زي ما انتوا شايفين كده، ما بيزيدش عن كده كده وكده على طول، عشان ما يقلوحش منك العيش. وبتحطيه على طول وبتغطيه بقى بحتة بفوطة نظيفة، وبعدين بقى بتحطيه زي ما انتوا شايفين. جميل جدا جدا بصراحة، يعني انا عملته كتير وكنت بعمله كتير، وجميل وتعمل ساندوتش وكل حاجة، وبيتفتح وجميل وطعمه حلو جدا، وبألف هنا وشفا. يا ريت يا حبايبي بقى لايكات وتعليقات ومعلش انا اسفه، الكمام بتاعه البلوزه اتوسخت مني، وللاسف ما اخدتش بالي الا بعد ما خلصت الفيديو، معلش بقى. فشايفه جميل جدا، جميل جميل يعني فعلا حلو. وبصوا عامل ازاي مفرق مفصول عن بعض. رغيف او اتنين للامانه هم اللي يعني ايه، نصهم لازق ونصهم ليه اتخرم مني. فالمفروض انا كنت سديت الخرم كده بالسباتيول عشان البخار يمشي في كل الرغيف يفتحه، بس حصل خير. بس طبعا جميل جدا وميبقاش. وحاولي ان انتي ما تخنيهوش، وترقيه الرق المعقول علشان يطلع لك رغيف برضو فيه لحم كده ومظبوط. وبألف هنا وشفا، وإن شاء الله نتقابل في فيديوهات تانية. بحبكم في الله، وأتمنى إن أنا أكون بعمل كل شيء تستفيدوا منه ويفيدكم وتطبقوه يعني. وإن شاء الله نشوفكم على خير في فيديوهات تانية، وبالهنا والشفا. عيش جميل قوي، بيتي جميل.
بألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمة الله.